كشفت أسرة الشاب محمد البسطويسي العامل المصاب في حادث هجوم النمر داخل سيرك طنطا عن تفاصيل صادمة بشأن حياته قبل تعرضه للإصابة. وأوضحت الأسرة إن محمد كان خاطب منذ شهرين فقط، وكان يستعد لبناء مستقبله وتأسيس حياته الزوجية قبل أن تتسبب الواقعة في بتر ذراعه الأيسر وتحطيم أحلامه. وأكدت الأسرة أن محمد كان يعمل في مجال ترويض الحيوانات المفترسة منذ 12 سنة، ولكنه لم يكن مؤمن عليه أو يتمتع بأي حقوق وظيفية. محمد كان بيشتغل بجد عشان يجهز نفسه للجواز، لكن بسبب الإهمال حياته ضاعت بعاهة مستديمة. وأضافت الأسرة إن إدارة السيرك لم تكن تطعم الأسود والنمور بشكل كافي خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وهو ما قد يكون السبب وراء مهاجمة النمر لمحمد أثناء العرض، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين وتعويض ابنهم عن الضرر الذي لحق به. محدش سأل عن ابننا، صرخات خطيبة ضحية سيرك طنطا تكشف الإهمال. في صدمة وحزن عميق تكشف خطيبة ضحية حادث سيرك طنطا تفاصيل مؤلمة عن الحادث، وتوجه اتهامات بالإهمال، وتطالب بالعدالة والتحقيق في الواقع. وكانت تقول إن محمد كان عندها تاني يوم العيد عشان يعايد على خطيبته وهي من القاهرة، وهو كان بيشتغل في السيرك في طنطا، وكان قال لها إن أنا هروح السيرك علشان هتدرب الأسد الصغير في العرض. لكن اتفاجئت بعد كده بتليفون بيجيلها وبيتصل بيها وبيقول لها محمد ما كلمكيش؟ قالت له لا ما كلمنيش. طب انتي ما بتتصليش بيه؟ قالت له لا انا اتصلت كذا مره بس هو ما بيردش. في حاجه حصلت؟ قالها محمد دلوقتي في المستشفى عشان النمور والاسود هجمت هجوم على السيرك على كل الموجودين، وهو في المستشفى وهيخضع لعمليه جراحيه. لكن ما كانتش تعرف ايه اللي حصل له بالظبط. طبعا انهارت وقعدت تصرخ وجريت على المستشفى، وهناك لقت أنوس اللي هي صاحبة العرض فاتحة لايف قدام المستشفى وبتقول محمد مفهوش أي حاجة، خدش بسيط وهيشتغل ومفهوش أي حاجة. لكن ما ذكرتش إن النمر هجم عليه وكل دراعه والعظم فقط